سلام البنات، ان شاء الله الفيديو تاعي هذا يلقاكم بخير وعلى خير. اليوم جيت وجبت لكم معايا البوزلوف على طريقتي والطريقه الجزائريه. تفضلوا معايا، مرحبا بكم. عندنا البوزلوف بعد ما شوطناه غسلناه مليح بالملح والقارص ونظفناه مليح. عندنا التوابل تاوعنا، عندي الفلفل، درت 2 انواع تاع الفلفل الاخضر والاحمر اليابس، عندي ورقات كراف، صران، دبشه، الثوم، طماطم والبصل، الزيت، الملح ولي زيبيس، طماطم مصبرة اكيد، لي زيبيس فلفل احمر حار، راس الحانوت والفلفل الاحمر الحلو. يلا نبداو مع بعضنا. ترحي البصل والطماطم نتاعك. انا درت في القصعه كيما تاع بكري باه الدواء كامل الخلطه هذيك كامل يتشرب الدواء. راس الحانوت، فلفل الاحمر تاعنا، الفلفل الاحمر حلو، العكري كل واحد كيفاه يقول له، الملح وطماطم مصبرة، وندخلو كامل الخلطة تاعنا. نتبلو اللحم تاعنا ولا اللحم تاع الراس، نتبلوه كامل مليح كيما راكم تشوفوا هنايا. ندير عليه الكرافس، ورقات تاع الكرافس، ورقات تاع الرند، الدبشه ما يهمش كيفاه تقطعيها. مام البصل سيدتي تقدري تقطعيه كبار كيما حبيتي. درنا الفلفل اليابس تاعنا، الزيت، الثوم، ونخليو المرميطه تاعنا تتغلى مليح حتى يتشرب هذاك الدواء. كيما راكي تشوفي سيدتي واحد الريحه راهي طالعه ما نحكي لكم، شهيتكم في الجنه ان شاء الله. هنا كنت قسمتهم على زوج بيسك الطنجره اللي عندي صغيره وجات ضيقه، ما قسمتهم على زوج هكا باه يطيبوا مليح. نمرق عليهم ونخليهم يطيبوا في خاطرهم. وساعة ساعة نطلو عليهم نشوفوهم إذا نشفوا، إذا طابوا، إذا مزالوا، كل ما تعرفي سيداتي. المنظر يشهي، واحد الريحة ما نحكي لكمش. وهنا راهو جد راني نصفي فيه ونطيب في الكسرة بجهة. جا ما شاء الله، روعة روعة روعة، بنة ما نحكي لكمش ولا اروع. وهنا قدمته مع شويه سلطه الحميس مع لي فريت والكسره، وهذه هي شهيه طيبه. ونتلاقاو ان شاء الله في فيديو جديد ووصفه جديده من اطباقنا الجزائريه. الى اللقاء.